أنا قعدت 3 ليالي بس في المكان ده، وفي الليلة الثالثة أنا كنت متأكد إني مش لوحدي. بس المشكلة إن اللي كان معايا ما كانش بني آدم. في سنة 1974 بعد الحرب بفترة بسيطة، وفي قرية صغيرة ناحية بني سويف، بطل قصتنا شاب اسمه حسن، عنده 22 سنة. كان بيشتغل في المحاجر يوماً بيوم، والفلوس بالعافية مكفية الأكل. في يوم وهو قاعد قدام البيت، جه له صاحبه القديم عادل، كان لسه راجع من شغل بعيد. عادل بصله وقال: إيه رأيك في شغلانة تريحك خالص؟ حسن ضحك وقال: هو في شغلانة مريحة في الزمن ده؟ عادل قرب منه وقال بصوت واطي: في مخزن قديم ناحية المنيا، عايزين حد يحرسه بالليل، والمرتب 40 جنيه في الشهر. حسن اتصدم. 40 جنيه؟ ده رقم كان يغير حياته. لكن حسن حس بحاجة غريبة وقال له: ليه المكان ده فاضي؟ عادل سكت شوية وبعدين قال: الناس بتقول عليه كلام، بس فاضي عادي. حسن وافق، لأن الفقر بيغلب أي خوف. سافروا تاني يوم، وطول الطريق عادل كان ساكت. وصلوا قبل المغرب. المكان كان عبارة عن مخزن حديد ضخم جنب سكة قطر قديمة معجورة. مفيش بيوت، مفيش نور، بس هدوء يخوف. استقبلهم راجل اسمه الحاج منصور، وشه جامد وعينه غريبة. قال لهم: المكان ده أمانة، والليل هنا محدش يخرج برا. ادالهم لمبة جاز وأكل وبندقية قديمة. أول ليلة الدنيا كانت هادية بشكل مرعب، حتى صوت الهوا كان تقيل. عادل قال لحسن: لو سمعت أي صوت ما تتحركش. الساعة 1 بالليل حسن سمع صوت قطر بيعدي، بس السكة كانت معجورة. الصوت قرب وصوت الحديد بيصرخ. حسن خرج يشوف، لكن مفيش قطر. رجع وهو قلبه بيدق. لقى باب المخزن مفتوح، وهو متأكد إنه كان قفله. دخل والنور ضعيف، لكن شاف حاجة: شخص واقف عند الرفوف. حسن قال: مين؟ الشخص مردش، بس بدأ يتحرك ببطء. لما قرب منه شاف إنه هدومه قديمة متقطعة وعليها تراب. رفع اللمبة وشاف وشه، ويا ريت ما شاف. وشه ما كانش فيه عينين، مكانهم فاضي. حسن جمد مكانه، والشخص قال بصوت غريب: القطر وصل. وفجأة اختفى. حسن جري على عادل، لكن لقى السرير فاضي والباب مفتوح، وبره أثار رجول رايحة للسكة. حسن خرج وراها، والصوت رجع تاني، صوت القطر. لكن المرة دي شافه قطر قديم جدا مكسور بيمشي ببطء، وجوه ناس واقفين كلهم بيبصوا عليه، ومن بينهم كان عادل، بس وشه كان زي اللي شافه جوه المخزن. والقطر وقف قدامه، والباب اتفتح، وصوت طلع: اركب. حسن رجع لورا وبيصرخ، لكن رجله ما كانتش بتتحرك، والقطر بدأ يقرب لوحده. وفي لحظة كل حاجة اختفت. حسن لقى نفسه واقع على الأرض. والصبح طلع. الحاج منصور جه وسأله: فين صاحبك؟ حسن قال: ركب القطر. الحاج منصور سكت وقال: نفس اللي حصل قبل كده. واتضح إن المكان ده كان فيه حادث قطر قديم، وكل اللي ماتوا فيه بيرجعوا كل ليلة وبياخدوا حد معاهم. حسن ساب المكان وجري، ومن يومها مرجعش هناك. لكن الغريب كل شوية كان بيسمع صوت القطر حتى وهو في بيته. وفي مرة بص من الشباك وشاف السكة رغم إنها مش موجودة أصلاً، والقطر واقف، والباب مفتوح، وصوت بيقول: دورك جاي.
ومن يومها حسن ما بقاش يقرب من أي سكة قطر ولا حتى يعدي من جنبها. لكن الغريب إن الصوت ما اختفاش. كل ليلة وفي نفس الميعاد الساعة 1 بالليل كان بيسمع نفس الصوت، صوت القطر وهو بيقرب. في الأول كان بيقنع نفسه إنه وهم، لحد الليلة اللي سمع فيها صوت فرامل القطر واقف تحت بيته بالظبط. قرب من الشباك ببطء وبص، ملقاش سكة ولا قطر، لكن شاف باب مفتوح في الهوا ومن جواه إيد طالعة وبتأشر له. وساعتها سمع نفس الصوت: لسه فاكر إنك هتهرب؟ ومن الليلة دي حسن اختفى. مفيش حد شافه تاني، بس في ناس بتقول إن في قطر بيعدي كل شوية في أماكن ما فيهاش سكة، ولو ركزت كويس هتشوف واحد واقف جوه بيبص عليك كأنه مستنيك تيجي دوره.